شهدت جماعة بني صار اليوم السبت 31 شتنبر الجاري حدثا تاريخيا منفردا بافتتاح المقر الجديد لجماعة بني صار. هذا المقر الذي أعطيت الأشغال فيه منذ مدة وانتهت مؤخرا، وبذلك ستفتتح أبوابها في وجه المواطنين ابتداء من يوم الاثنين القادم. هذا الحفل أو حفل الافتتاح عرف حضور شخصيات تنتمي إلى جماعة بني صار، وهم المنتخبون وأيضا المنتخبون الحاليون وأيضا السابقون، فعاليات المجتمع المدني النشيطة بجماعة بني صار وعموم المواطنين. ومن شأن هذا الصرح الجماعاتي أن يساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا إعطاء صورة حضارية لجماعة من طينة جماعة بني صار، هذه الجماعة المتاخمة للحدود والتي انتظرت ساكنتها طويلا من أجل بناء هذا المقر الجديد. انتظرت سنوات طويلة ليأتي الخير أخيرا بتشييد هذا البناء الجميل الذي يحتوي على مجموعة من المرافق، سواء التي تعنى بالمواطنين، تقدم الخدمات للمواطنين، وأيضا قاعات الاجتماعات التي تتسع لأشخاص كثر، عكس الجماعة السابقة التي كانت للأسف لا تشرف جماعة بحجم بني صار. كما قلت، هذه الجماعة من شأنها أن تقوم بتجويد الخدمات واستقبال المواطنين والشعور بالراحة التامة وهم يقصدون هذا الصرح الجماعاتي، سواء المرتفقين أو زوار هذه الجماعة. شهدت جماعة بني صار اليوم